بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم أيها المسلمون في أنحاء العالم. لا تقولوا لم نر ولم نسمع، لم نسمع ولم نعلم. قد بلغنا للعالم كافة بلغات مختلفة ما كسبت وما صنعت الصين من الجرائم ضد الإسلام والمسلمين وضد الحرية والإنسانية، ضد كل شيء. وبالتفصيل قد بلغنا أن الصين قد ألقت ملايين من مسلمي تركستان الشرقية في السجون بدون أي جريمة. سكت العالم. وقد بلغنا أن الصين أسكنت الصينيين في بيوت المسلمين كي يراقبهم، هل يتوضؤون، هل يصلون، وهل يصومون، هل يدعون الله. وأغلب البيوت خالد من الرجال لأنهم في السجون والمعسكرات، بمعنى أن رجلا صيني كافر يعيش في بيت المسلم مع امرأة مسلمة ليلا ونهارا. قد بلغنا هذا مرارا والعالم يسكت. وبلغنا أن الصين فرقت بين أفراد الأسر وتفسد أذهان الأولاد الأيغور والعالم يسكت. وقد بلغنا أن الصين هدمت المساجد وأحرقت المصاحف والعالم يسكت. وأعلنت الصين علانية أن الإسلام دين الإرهاب، يجب علينا أن نكافحه بكل الوسائل. وعالم الإسلام سمع وسكت. ورئيس الصين قال ويقول يجب أن نطبق الإسلام للشيوعية. بعد هذا القول وهذا القرار يدس الصينيون على كلمة التوحيد في الواقع أمام أعيننا. وبلغنا هذا أيضا بكل إمكانياتنا. جرائم الصين قد وصلت إلى هذه الدرجة، والعالم ولا سيما عالم الإسلام دولة وشعبا في المنام، ولم يتحرك ولم يفعل أي شيء لنصر الله ولنصر دين الله. ولكوننا مستضعفين بلغنا كل هذا للعالم كله لتحصيل عون العالم، ولا سيما عون عالم الإسلام ضد جرائم الصين. وذكرنا الآيات والأحاديث في حقوق الأخوة والتعاون، كقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وكقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد واحد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مع الأسف الشديد عالم الإسلام شعبا ودولة من البداية إلى الآن يبقى في السكوت. أيها المسلمون، أيها العلماء، أيها المجاهدون، لا تظنوا أنكم لا تسألون عن صمتكم هذا ضد جرائم الصين الكفرة. والله تعالى يراقبنا وإياكم. نسأل الله تعالى أن ينصر من نصر دينه ويخذل من خذل دينه. ختام كلامي أخاطب الصين: اعلموا أيها الصينيون الجبناء أن ازدياد جرائمكم يزيد لنا قوة ويشعل نار القصاص في قلوبنا، ولن نقف أبدا عن طريق الحق، عن طريق الحرية، عن طريق القصاص حتى نخرجكم من حيث دخلتم ولو كنا وحدنا. والله غالب على أمره. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
şu münasebet bilen Xitayga şunu deymiz ki, Xitay bilmegen nurgun hakikatini biz bilimiz. Xitay özünün resva buladiganligini, özünün mag'lub bo'ladiganligini bilmasligi mumkin, hech qilmasligi mumkin. Ammo biz Allah Subhanahu va taolaning Qur'oni Karim orqali bildirgan ta'limotlarga asosan zalimning davomlashmaydiganligini, zulmning davomlashmaydiganligini, Allah'ning zalimga emas, mazlumga, batılga emas, haq yerdan beradiganligini bilamiz. Zalimning har vaqt mag'lub bo'ladiganligini, haqning qishida batılning yo'qoladiganligini, zalimning davomlashamaydiganligini biz bilamiz. Allah Subhanahu va taoladan bizni qisqa fursatda bu intiqomlarimizni elib hurriyatlarimizga erishtirishga muvaffaq qilishni tilaymiz. Amin. Xitoy bilsinki, Xitoyning qilayotgan jinoyatlari qanchalik oshsa, bizning kuchimiz shuncha kuchayadi. Xitoyning qilmishlari qanchalik oshsa, bizning qalbimizdagi qisos o'tini shuncha kuchaytirdi. Biz bu yo'ldan ta bu Xitoyni, sizlarni bizning vatanimizdan, senin hech qanday haqqing bo'lmagan bu yurtdan kelgan yerdan chiqqanga qadar, qo'g'lab chiqarganga qadar, haqqimizni olganga qadar to'xtamaymiz. Allohu akbar! Allohu akbar! Allohu akbar!